السلام عليكم تالتة اعدادي يا حبايبي. تعالى نشوف حل واجبنا درسنا ريشيو اند بروبورشن. هنا نمبر 1 بيقول لك حبيبي ان عندك الاكس وال3 وال4 اند 6. خد بالك هنا ادي عندك ال3 اول ترم، ال3 ال4 ال6 معاك ار بروبورشنال. طبعا هنا في معاك كلمتين امانه ريشيوز ايكوال. عايز الاكس يبقى يلا نظبط الريشيو ايكوال اكس اوفر 3 ايكوالز 4 اوفر 6. الطاير اعمل 3 تايمز ال 4 اوفر 6 معانا، اجابتنا يا ابطال 2. ذا ريشيو بتوين ذا اريا اوف ا سكوير. خد بالك ان الاريا بتاعت السكوير بنعمل السايد ملتبلاي نفسه مرتين، يعني هيبقى عندك الاريا السكوير السايد بيكون باور 2 اوف سايد لينس ال. يبقى الاريا بتاعته امشي معايا كده واحده واحده، الاريا بتاعته هتبقى ال سكوير. تمام كده؟ تاني اند هنا بقول لك بقى مع مين؟ مع مين؟ the area of a square of side length 3L. يعني لما نعمل 3L قول معاك باور 2 يبقى انت 9L سكوير. تاني يا حبيب قلبي، عايز ريشيو ما بين اريا السكوير سايد ال، قصدك انه بقى ال باور 2، والتاني سايد 3L باور 2 9L باور 2. يبقى الريشيو بتساوي ايه؟ هنعمل هيبقى عندك الاريا الاولانيه اوفر الاريا الثانيه، هنمشي ال باور 2 مع ال باور 2 يبقى انا 9 لا 1 اوفر ال 9 1 اوفر ال 9. هيبقى a اوفر 5 ايكوال b اوفر 3 ايكوال c اوفر 4. اللي هي بقى ايه المكون بتاع الريشيو. هنا بقول لك انا عامل a بلس ال b ماينس c، يبقى الاكس بكام؟ طب امسح الاكس دي كده بعد اذنك، شيلها لي كده. ال a هتجيب مكانها ال 5 وادي بلس، البي تحط مكانها 3 وادي الماينس، السي تجيب مكانها ال 4. يبقى المكون ده زي اللي فوق بالظبط. 5 بلس 3 اوعى تقول مش فاهم، خلي بالك 5 بلس 3 8 ماينس 4 يطلع الاكس بكام؟ بال 4. طيب a اوفر c ايكوال b اوفر 5، احسب دي من الكروس مالتيبليكيشن بتاعنا a باي 5 يعني 5a بتساوي 3b. لما ال 5a بتساوي 3b يبقى ماينسهم بكام؟ بزيرو. عشان كده 0 بلس ال 4 اجابتك بالايه؟ بال 4. ولما عندك هنا a اوفر b ايكوال c اوفر d e اوفر f، ده الريشيو بتاعتنا، يبقى ال a تايمز c تايمز e اوفر b تايمز d تايمز f ايكوال مين يا ترى؟ هنا يا جماعه بنعتبر ان اي ريشيو في النهايه بتساوي سمبل. يعني اقول لك على حاجه، اما انت تقول معاك مثلا ايه هاف بتساوي 3 اوفر 6 بتساوي 4 اوفر 8 بتساوي 5 اوفر 10، ده كله في الاخر 0.5. ها تمام؟ يبقى 0.5 لاي حد فيهم بنسميها برضو عندنا ام. الرقم ده الكونستانت ده اسمه ام ليهم كلهم. طب لو عملت ده باي ده باي ده هيبقى ام باي ام باي ام، يبقى في الاخر تبقى ام باور 3. عشان كده بقول لك لو دي بتساوي دي بتساوي دي يبقى الثلاثه مع بعض ملتبلايد وهم اصلا بيساوي ام، يبقى انا في الاخر ام باور مين؟ باور 3. انما لو عمل بلس او ماينس فكره المكون يبقى انت ام زي ما انت. المكون كان بيكون اي حاجه بلس او ماينس فوق وتحت يجيب نفس الريشيو الام بتاعتنا. خد بالك a x b to x proportional، يبقى يلا نعمل الريشيوز ايكوال a over x بتساوي b over 2x. هو عايز a over b، يبقى انزل البي اطلع x. قاعدة خدناها، ها التبديل تقدير، يعني a over b equals x over 2x، هطير x مع x يبقى انا 1 over a 2. ولما هيبقى عندك يقول لك 3 equal 5b، عايز a over b روح ها، وعايز الريشيو ما ترجعش بايدك فاضي، انا بديك اسم القاعده a over b يبقى ها 8 over 3. فطبعا انت متمرن على انك حافظ بقى دلوقتي في الفيدباك البروبرتيز بتاعتك 100 100 زي ما السمري قال لك بيبقوا هم مش معاك ازاي. 9 over a سكوير 4 over b سكوير. طبعا بقول لك ال a not equal 0، اصل ما ينفعش تحت بزيرو ولا a ولا b، يبقى ال a على b بيساوي مين؟ عايز الريشيو ما ترجعش بايدك ايه؟ فاضي. الاول بس اقول لك على حاجه، بما انك هو عايز ايه على بي، طب ما تيجي نمشي فكره التبديل تقدير، ما نطلع ايه باور 2 وننزل ال 4.
عشان تبقى الاي فوق والبي تحت، بس هتبقى ايه باور 2 مش مشكله. يبقى 9 اوفر 4 هيبقى ايكوال a سكوير اوفر b سكوير. التبديل تقدير. عايز اشيل هيبقى عندك الباور 2 ده بالسكوير روت، يبقى روت 9 اوفر 4 بوزيتيف نيجاتيف 3 اوفر 2. a اوفر b ايكوال c اوفر d ايكوال 3 اوفر 5. يبقى الاي بلس السي، لحظه، يعني هنعمل مكون a بلس c وb بلس d، ما في الاخر يجيب نفس الريشيو بتاعتنا، لان المكون بلس ماينس بيحافظ على ثبات الريشيو بتاعتك. هيبقى 4 اوفر x 7 اوفر y ايكوالز a. عمل تحته مكون y ماينس الاكس. هي مكون يعني ايه؟ بلس او ماينس، يبقى انا زيك بس في الحته الثانيه. لما تعمل y ماينس x يبقى نعمل فوق 7 ماينس ال 4. y ماينس 7 ماينس ال 4 اللي في الاخر معاك بكام؟ ب 3. طب شوف المكون ده كده، x اوفر 5 y اوفر 4 ايكوال x بلس 2y اوفر k. ده مكون يعني جمع حاجات. الاكس بتاعت انت بتمشي الكي كده، الاكس هتجيب مكانها مين؟ ال5 وادي بلس. ال2 دي من دماغك ماليش دعوه بيها. الواي تجيب مكانها مين؟ ال4، يبقى 2 باي 4. في الاخر يبقى انت 5 بلس 8 يعني 13. او حاجه ثانيه، الكي عشان تيجي تعوض مكان دول، الاكس كانها 5 والواي كانها 4، يبقى 5 بلس 2 باي 4. في ناس تفهمها كده وفي ناس تقول انا هكون تحت حاجاتي. 3 اوفر 5 بي ايكوال هاف. عايز ايه اوفر بي؟ طب لو انت عملت كروس مالتيبليكيشن هيبقى 6a بتساوي 5b عشان 1 باي 5b. عايز الريشيو، يبقى انا ما ارجعش بايدي فاضيه، عشان كده a اوفر b 5 اوفر 6 معايا. هيبقى عندك a بلس 2b اوفر a ماينس b ايكوال 2 على c. عايز b اوفر a. تعال نفك يا ابطال يلا بالميزان الاول. 2 ملتبلايد حاجاتي الاثنين هنا، و3 ملتبلايد هيبقى عندك حاجاتي الاثنين هنا. هيبقى ادخل بال2 هنا وهنا، يبقى 2a ماينس 2b 3a ابطال بلس 6b. سركل الايهات عشان نجيبهم مع بعض. تعال انت بالعكس علامه، صاحب البيت الاول وماينس 3a. هيقابل هناك يروح بالبوزيتيف، صاحب البيت الاول بلس هيبقى عندك 2b. طبعا بناخد ال a كومن، يبقى 2 ماينس 3 نيجاتيف 1 وهنا 8b. هو عايز b اوفر a. b اوفر a مرجعش فاضي، نيجاتيف 1 اوفر 8. طيب 2 و 3 و 6 و x ماينس 1 بروبورشن. عايز الاكس، يعني انت 2 اوفر 3 بتساوي 6 اوفر x ماينس 1. ممكن اخبي دي كلها كده واعمل 6 باي 3 اوفر 2، يعني x ماينس 1 بتساوي 18 اوفر 2 ب 9. هنحول 1 بعكس علامه، الاكس هيبقى معاك بكام؟ بال10. هيبقى عندك 5a ماينس 4b ايكوال 0. عايز a اوفر b. a اوفر b يبقى ما ارجعش بايدي فاضيه. الاول لازم تبقى في ايكوال بينهم عشان ما ترجعش بايدك فاضيه. a اوفر b 4 اوفر 4. ولما هيبقى عندك اللي find the value of x where. طيب 2x minus 3 over x minus 5 equals 1 over 4. تعال نعمل الميزان يلا. ابدأ بأي اتجاه. هبدأ بالفور وليكن ادي 4 براكت وال1 في أي حاجة زي ما انت. هنوزع حبي الفور مرة ومرة، لكن ما جيش تنسى انها نيجاتيف 3 بقى في ملتبلاي. سيركل هيبقى قلبي براحتك كده. تعالى لي يعني 8x ماينس الاكس بتساوي نيجاتيف 5 وبلس ال 12. 8x ماينس 8x يبقى 7x عشان 8 ماينس 1، وهنا هيبقى عندك 7 بديفايد تنزل يبقى الاكس في الاخر ايكوالز ال1. ولما هيبقى عندك هنا عايز الاكس بكام، فانت بتظبط برضو عندك الريشيو 2x سكوير بلس ال1 equals 1 over L3. كروس مالتيبليكيشن هات الميزان. مثلا مراتب ال3 هو اي اتجاه بيبدأ معاك 1 باي اي حاجة يبقى زي نفسها. وزع ال3 بالخطين، ضروري يبقى قلم رصاص. لكن بقى انت ما يبقاش اتعودنا على حاجات وانت مش بتنفذها وتقول مش فاهم في الاخر. سيركل تعالى لي 3x سكوير ماينس 2x سكوير
هتقابل هناك هتروح بالبوزيتيف، قول له يا عم ماشي صاحب البيت بس الاول ما تلخبطنيش معاك. هات الاكس سكوير 3 ماينس 2 ب1 وايكوالز 25. شيل باور 2 بالسكوير روت يبقى الاكس معاك بوزيتيف اور نيجاتيف ايه ال 5. ولما هيبقى عندك هنا عايز واي اوفر اكس، طالما عايز الريشيو ما ارجعش بايدي فاضيه او نهد بالميزان. 3 ملتبلايد الاكس ماينس 2 واي 1 في اي حاجه نفس الحاجه معاك. قلم الرصاص راح موزع كده 3 باي اكس 3 اكس و6 واي، وعود ايدك على سركله الاكس يا ريتك. تعالى لي بعكس علامه صاحب البيت الاول، تعالى بقى انت ماينس اكس، هتقابل هناك 3 واي بلس 6 واي، وهنا 3 اكس ماينس اكس يبقى 2 اكس معاك، وهنا هيبقى عندك 9 واي، وفي الاخر واي على اكس 2 اوفر 9، واي اوفر اكس 2 اوفر 9. هيبقى عندك اكس اوفر واي 2 اوفر 3. هات الكلام ده، وطبعا ده قاعدة الصراحة راحة. هل الاكس بتساوي 2؟ لا، الاكس بتساوي 2 ام، والواي بتساوي معاك 3 ام. وطبعا ده جيل بقى هنا معانا مكان اي اكس هنجيب ال 2 ام بتاعتنا، يبقى 3 براكت 2 ام، والواي هيبقى عندك 3 ام، الواي بتاعتنا 3 ام. وطبعا التعويض معودك الكوفيشنت وحط براكت معانا، وكده هيبقى احسب 3 باي 2 ام يبقى 6 ام بلس 6 ام اوفر 18 ام ماينس 2 ام. 6 ام مع 6 ام يبقى 12 ام، مش ام باور 2 ده مش مالتبلاي، اوفر 16 ام. هطلع الام بتاعتنا، احسب ده سمبلست فورم، هيبقى عندك 3 اوفر ال 4. اما هيقول لنا find the number، يبقى هنا النمبر ده الاكس بتاعنا. if it is added هنضيفه to the two terms of the ratio 7 to 11، يعني 7 بلس الاكس اوفر 11 بلس الاكس، الريزلت على 3 كروس مالتيبليكيشن. هتبقى عندك مثلا هبدأ بال 3 مفيش اي مشكلة، ومعاك هناك 11 بلس الاكس يا جميل. حول ال 3 معاك بالتايمز، وبرضه هيبقى 2 معاك 2 باي 11 22 بلس 2 اكس. سركلت الاكس اللي اتعودت، تعالى صاحب البيت 3 اكس ماينس 2 اكس، روح بقى قابل هناك بعكس علامه. المهم صاحب البيت الاول، شوف انا عودتك على طريقه ثابته تحل بيها. 3 اكس ماينس اكس يبقى ماينس اكس يبقى اكس واحده، عشان 3 ماينس 2 ب 1، ومعاك هناك الاكس بكام؟ ب 1. وهيبقى عندك لما يقول لك find the number which if it's square x square added to each of 7 و 11، يعني 7 بلس الاكس سكوير، وهيبقى عندك 11 بلس الاكس سكوير، الريزلت 4 اوفر ال 5. يلا يا جميل ابدأ بأي اتجاه، مثلا 4 باي 11 باي بلس اكس سكوير، و5 هيبقى عندك 7 بلس الاكس سكوير. ادخل هيبقى عندك يبقى 44 بلس 4 اكس سكوير 35 بلس هيبقى عندك 5 اكس سكوير. سيركل تمام. لما تيجي عندك هنا 4 اكس سكويرد ماينس ال 5 اكس سكويرد، ونقابل هناك تمام. رحت مقابل الناحية التانية 4 ماينس 5 نيجاتيف 1 اكس سكويرد ايكوالز نيجاتيف 9. شيل علاماتك، شيل باور 2 بالسكوير روت، يبقى اجابتك بوزيتيف نيجاتيف 3. ابطالنا ربنا يكرمنا كده نكون ان شاء الله شفنا حل واجبنا. طبعا كنت بحل معاك بسرعه شويه لانك انت المفروض معايا اتمرنت باذن الله. اهم حاجه زي ما قلت لك قلم رصاص، قلم جاف، آلة حاسبه، واي حركه اعملها تشتغل معاك بالظبط باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام.